احكوا لي بقى شوية كده رؤيتك للطفل عاملة ازاي؟ يعني انت بتشوف الطفل ازاي؟ حضرتك ايه؟ اتعاملت مع اطفال قبل كده؟ طيب مش اول حاجة بتيجي على بالك انه قليل، انت عارف اكتر منه، انت فاهم، انت الكبير، هو الصغير، هو ما عندوش التولز اللي تخليه يبقى بيعمل الصح، هو محتاج يسمع لك عشان يتعلم، هو محتاج يشوفك عشان يتعلم، هو محتاج ليك، هو غير قادر. ده الفيو او الرؤية بتاعت حضرتك او بتاعت الكبير للأسف في دول كتير جدا بتتعامل شعوبها مع الأطفال. الموضوع ده مش ملوش دعوة مثلا بشعب مصر بس، ملوش دعوة بشعب مش عارفة دولة تانية بس، الموضوع ده منتشر عموما في دول كتير جدا. بس كمان من الناحية التانية دول تانية بتنهض والإنسان بيبقى بني آدم سعيد علشان النقطة دي بالذات. هم بصوا على الطفل بشكل مختلف تماما، بصوا عليه انه قادر، فبقت عندهم مايند سيت ان الطفل ده هو البذرة الحلوة اللي هنقدر ان احنا ننفست فيها عشان تطلع كائن يساعدني في الدنيا. للأسف احنا عندنا حاجات كتير قوي خربت المايند سيت ده او مخرباه، ومحتاجة ان احنا نعمل له شوية تنظيف كده وشوية، عارفين لما تيجي مثلا تريش كده شوية، تشيل التراب وتجيب كل المنظفات كده وتقعد تحاول تطلع الحاجة النظيفة اللي انت عارف ان هي موجودة. احنا محتاجين نعمل ده، محتاجين ننظف شوية او نشيل التراب من على شوية افكار عندنا. الافكار والاعتقادات دي هي اللي بتخلينا نقدر نشوف الطفل سواء اذا كان هو بني ادم قادر او بني ادم مش قادر، ورؤيتك للطفل هي اللي بتحدد رؤيته هو لنفسه. فتعالوا نشوف ايه المايند سيت اللي احنا شغالين بيه واللي بنشوف بيه الاطفال علشان نشوف احسن.